كل اللي بيعجبه طعم السمك المشوي بتاعي وطراوته كده وسخسخته. بصوا سمك كده مسخسخ من الطراوة ومن الجمال بتاعه. السر كله في الدقة اللي انا بعملها وعينها في التلاجة عندي، واخد منها منين ما احتاج وما دوخش نفسي بقى كل يوم اعمل دقة لاي حاجة انا محتاجاها، سواء للسمك بتنجان تحطيها عليه طماطم، اي حاجة ممكن تستعملي فيها الدقة تاخدي بقى من التلاجة وما تتعبيش نفسك ولا اي حاجة. تعالوا بقى نعمل الدقة الخطيرة دي وتاخدي منها وتعينيها وهي محتفظة كده يعني بريحتها وكل مكوناتها وما تكرفلكيش التلاجة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. بصوا انا جبت الخلاط، الكبة هحط فيها التوم ده بقشره، بس انا طبعا يعني مفرفطاه كده وغسلاه. هتقولي لي التوم بقشره وهتحطي على كل حاجة؟ استني بس وانا هوريكي حاجات حلوة جدا من غير ما تقشري ولا اي حاجة. هحط كده في الكبة التوم، واول ما اديله ضربة واحدة بس هتلاقي القشر كله طلع على الوش زي ما انا عملت كده. بصي بقى هلم القشر ده كله كده واشيله بكل سهولة. هيتبقى معايا شوية صغيرين من القشر. هستمر في الضرب تاني، يعني هعمل كمان ضربة كده. بصوا ادي واحدة كمان وهطلع القشر بكل سهولة. طيب لو عدى مني بقى شوية قشر مش هيأثروا في اي حاجة، لان هو هيبقى قشر بسيط جدا ونضرب مع التومة ومفيش اي مشكلة. بصوا بقى انا كده ضربت، فاضل شوية صغيرين. اول ما انزل هتلاقيهم برضو مترصبين عندك تحت كده في الكبة من تحت. هتشيليهم بس بايدك بس كده مش اكتر، ويبقى عندك احلى توم ولا دوخك ولا قشرتي خالص. تعالوا بقى نعمل الحاجات التانية. انا ما ضربتش التوم مع الحاجات التانية اللي انا هضربها دي عشان اخد يعني اعزل القشر الاول. هحط برضو في الكبة بتاعتي، وده سر الخلطة بقى الجميلة اللي تشميها كده من على بعد وتخليلك الحاجة ليها طعم وريحة. هحط فلفل اخضر، وهحط شطة خضراء حامية وشطة كمان حمرا حامية. عايزه يعني كل الحاجات دي هتعادلك بعضها، وعلى الملح اللي انا هحطه طبعا، فانت مش هتحسي بانها حاميه قوي لما تحطيها في حاجتك او على السمك او على بتنجان زي ما قلت لك او اي حاجه. وهضرب بقى بس خليها مجروشه، يعني مش هعملها سايحه خالص. هخلي زي ما تكوني مقطعاهم على ايدك كده، يعني مجروشين مش سايلين. هضربهم. انا كده ضربت ضربة يعني حسيت ان هي عايزة كمان واحدة كده، فضربت كمان مرة وادي بالشكل ده مجروش وحلو جدا. بصوا بقى ولونه كده يعني الفلفل الاحمر مع الاخضر مع الشطة ادالي ريحة ولون حلو جدا. تعالوا بقى نضيف كيسين ملح محترمين كده، ونضيف كمان شطة حمراء. الشطة الحمراء بتخليلك معاكي سواء بقى هتملحي سمك، هتملحي زي ما انا عملت كده في الاول من غير مية، سواء هتملحي بالمية، الشطة هتبقى معاكي لما تحطي مية وتحطي التمليحة هتبقى معاكي حلوة جدا. هنا بقى حطيت كيسين ملح كبار، لان انا هعمل الدقة دي ما شاء الله كمية كده حلوة عشان اعينها في التلاجة. مش هتخلي ريحة التلاجة يا ايمان حاجة، مش هتخلي ريحة التلاجة حاجة، وهقولك دلوقتي هنعمل ايه. حطيت كده كيسين ملح والشطه الناشفه زي ما قلت لكم. وتعالوا بقى نجيب برطمان ازاز ونعين الخلطه بتاعتنا دي ونحكم الغلق كده، وهقولك تعملي ايه عشان ما يكرفش معاكي التلاجة. هجيب بقى برطمان ازاز مش بلاستيك. حافظي على صحة ولادك، وحاولي بقدر المستطاع ما تعينيش في بلاستيك، يعني لو هيبقى معاكي فترة طويلة البلاستيك بيتفاعل مع الاكل فمش هيبقى امان على صحة ولادك. انا بحب جدا كل ما اشتري حاجة فيها برطمان ازاز مرميهوش ابدا ابدا، اغسله كويس جدا واعقمه كويس قوي في غسالة الاطباق. مش يعني ما عندكيش غسالة اطباق، عارفة بواخيه، عارفة المصطلح ده بتاع زمان، يعني نمرره كده مقلوب على البوتاجاز كده، فاللي هو خلاص النار تضيع منه اي جراثيم. بعد ما عملت الخلطة بتاعتي وحطيتها في البرطمان، هجيب كيسة زي ما انتوا شفتوا كده واطبقها 4 تطبيقات واقفل عليها الغطا، وبكده بقى اعينه في التلاجة يعني ريحته ما تكرفش التلاجة ولا اي حاجة. تعالوا بقى نملح السمك الجميل بتاعنا ده. انا عاملة سمك النهاردة سر بقى سخسخته اللي انا قلت لكم في الاول، وطعمه الحلو واللي بيبقى عاجب الناس لما بياكلوه عندي. بنحط بقى كيسة في الاول نظيفة كده، ونرش الدقة بتاعتنا ونحط ملح شوية حلوين كده، ونحط السمك، وبعدين زي ما عملنا في المرة الاولى كده نحط برضو الدقة وليمون، ونغطي كمان بكيسة نظيفة كده. تعالوا بقى اللي بيحب يشوي البتنجانة، انا ساعات ما بقربش للسمك واكل البتنجانة بس،
اللي بيحب يشوي البتنجانة كده زيي وما يحبهاش بقى لا بطحينة ولا يهرسها ولا يحط عليها المكونات الكتيرة دي، بيحب البتنجانة سادة كده زي انا كده. اجيبها يعني نحط بس الدقة بتاعتنا وشوية ليمون مش اكتر.